اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فطاير كده في الطاسه للفطار من غير اي نوع من الدقيق، مش هنستخدم فيها دقيق خالص. بواحده بس من البطاطس هتقدري تعملي كده كميه من الفطاير لكل افراد الاسره. نسبه البروتين فيها عاليه، وفيها كميه حلوه قوي من الفيتامينات عشان احنا هنحط لها كده شويه من الخضروات، وكمان خاليه من الجلوتين. طبعا كلنا عارفين ان البطاطس فيها نشويات معقده، يعني ما بترفعش سكر الدم. تابعيني في الفيديو علشان نشوف الطريقة. يلا كده بسرعة اشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. في البداية كده انا معايا واحدة بس من البطاطس بالحجم اللي انتوا شايفينه ده، هي ولا كبيرة ولا صغيرة. انا بقشرها بالقشرة دي، بتتقشر بكل سهولة. خلاص كده انا قشرتها وغسلتها وقطعتها كده قطعتين عشان تستوي معايا بسرعة. دلوقتي هضيف لها مية سخنة، وممكن برضه تضيف لها مية ساقعة، بس انا عايزة اسرع من وقت السوا. ضفت لها مية سخنة من الكتل ورفعتها كده على النار وسبتها تتسلق زي ما بتسلقي اي بطاطس. وخلاص كده هي اتسلقت معايا، هبتدي بقى اجيبها في البولة او في الحاجة اللي انا هشتغل فيها وهرسها بالشكل ده. اهرسيها بقى كويس، ما تسيبيش فيها اي تكتلات. انا بحاول كده اجيبها يمين وشمال عشان ما اسيبش فيها اي تكتلات من البطاطس. خلاص كده ببتدي ان انا انعمها برضو بالمعلقة، وهي كده تمام معايا. دلوقتي كده هحط لها رشة من الملح، لازم احققها طبعا، رشة كده صغيرة من الملح، وكمان رشة من الكمون، وهضيف لها كمان معلقتين من النشا. يبقى احنا هرسناها كويس، حطينا لها رشه من الملح، رشه من الكمون، معلقتين من النشا، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، ودي مهمه جدا عشان تبقى الفطاير بتاعتنا هشه كده وما تكونش مكتومه. وهبتدي كده بقى دلوقتي احضر كده بيضتين او بيضايه واحده كبيره على حسب اللي موجود عندك. انا حطيت كده بيضتين على الخليط بتاع البطاطس والنشا والملح والكمون. حطيت بيضتين بالشكل ده، بس هما كانوا بيضتين صغيرين، وهضيف لهم برضو حبه كده صغيره من الفلفل الاسود، وهبتدي كده اقلبهم بالشكل ده. ودلوقتي حضرت كده كوبايه من اللبن، يعني تقريبا من كوبايه الا ربع الكوبايه على حسب حجم البطاطسايه بتاعتك. حلو قوي كده. هقلب بقى كل مع بعض وهدمجها كويس كده بالمضرب اليدوي، احنا مش محتاجين لبلندر ولا حاجه. اضافه بسيطه كده، هحط معلقه او معلقتين من الموتزاريلا الطبيعي، لازم تكون طبيعي، ما تكونش من دهون نباتيه، ده اساسي عشان تبقى الوصفه بتاعتك صحيه. هحطها كده واقلبها بالشكل ده، وممكن تستغني عنها تماما، بس دي بتعلي التست بتاعه الفطاير. هقلبها بقى بالشكل ده. ودلوقتي بقى هضيف شويه خضروات كده كلها فيتامينات عشان تعلي بقى القيمه الغذائيه بتاعه الفطاير. انا حطيت كده شويه من البقدونس قطعتهم، وكمان شويه من فلفل الالوان، ده القيمه الغذائيه بتاعته عاليه جدا، احمر واصفر، ولو عندك كمان اخضر هيبقى حلو جدا. هروح كده على البوتاجاز وهسخن الطاسه بتاعتي كويس جدا، وهحط معلقه صغيره كده من زيت الزيتون وهوزعها في الطاسه بالشكل ده. وهبتدي بقى كده اجيب مغرفه او كبشه، وهنزل بخليط البطاطس اللي انا عملته وهسويه بالشكل ده علشان تبقى مدوره وشكلها حلو. وبستنى عليها دقيقه كده، وببتدي كده ان انا اسلكها من الطاسه، وهز الطاسه بتاعتي اتاكد ان هي خلاص خلعت كده من الطاسه، وبقلبها الناحيه التانية. اهو زي ما انتوا شايفين لونها حلو قوي، بس انا بستنى عليها وهدي كده عشان تستوي من جوه. بهدي النار كده شويه وبسيبها حوالي كده دقيقتين 3 على الناحيتين لغايه ما اتاكد خلاص ان هي استوت وخدت اللون الجميل ده. خلاص كده ببتدي ان انا اطلعها، وبسرعه بسرعه بجيب برضو المغرفه بتاعتي، وبحط كبشه تانية من البطاطس او من خليط البطاطس اللي احنا عملناه، واسوي بقى كل الفطاير بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. اهو كبشه بسرعه تانية بنزل بيها في الطاسه زي ما انتوا شايفين كده، وببتدي برضو اسويها عشان تبقى مدوره وشكلها حلو. وبهدلها النار شويه، وبفضل ان انا اقلبها لغايه ما بتستوي، ما بتاخدش وقت خالص، بس انا سرعت الجزء ده عشان ما يطولش عليكم. اهو بحطها كده وبسيبها ان هي تاخد كده وضعها، وببتدي اقلبها بعد ما بتشد، وبرضو اسيبها على الناحية التانية شوية واتأكد ان هي استوت كده على الهادي، وبشيلها وبحط غيرها بسرعة. عملت بقى الكمية بتاعتي من واحدة بس من البطاطس، عملت لي كمية حلوة قوي. عايزة اقول لكم ان في 3 اتاكلوا وانا شغالة من حلاوتها ومن طعمها الجميل، وكمان مكوناتها مغذية جدا للولاد، ممكن تعمليها لهم كده وتحطها لهم في اللانش بوكس، هيحبوها جدا. شايفين بقى الطعامة والجمال وريحتها وطعمها، وكمان الموزاريلا اللي حطيناها ادتها تيست عالي جدا. اهم حاجة بس ان هي تكون طبيعي، مش من دهون نباتية. شايفين بقى الجمال. هقطع كده واحدة معاكم. اهم حاجة كمان ان انتوا تتأكدوا ان هي استوت، سيبوها كده على الهادي دقيقة من الناحية دي ودقيقة من الناحية دي. شايفين بقى حلوة جدا، طعمها حلو قوي ومغذية، وكمان ما استخدمناش اي نوع من الدقيق، يعني خالية من الجلوتين. ممكن تعمليها كده بسرعة كده قبل الفطار، لان هي بتتاكل سخنة بتبقى حلوة قوي.
قبل الفطار كده تبدأي تجهزيها كده بربع ساعة هتبقى جاهزة معاكي. انا بتمنى يكون الفيديو بتاعنا النهارده عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة.